بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا بكم هنا من ملعب الرمادي من مدينة الرمادي، ولقاء يجمع ما بين أصحاب الأرض والجمهور، نادي القرمة ونادي زاخو لحساب الجولة 38 والأخيرة لدوري نجوم العراق للموسم 24-25، جولة الختام، وفيها طموح كبير أكيد لتعزيز المركز الثالث الذي ضمنه نادي زاخو، وكذلك القرمة الذي يريد أن يقترب شيئا فشيئا من عيون المركز السادس، وانتظار تعثر لأن نفتح حتى يكون مرشحا لنيل أحد بطاقات السوبر، خصوصا وأن بطل الدوري بطل الكاس ووصيفه إن كان موجودان ضمن الأربع الأوائل سيتم انتداب صاحبي المركز الخامس والسادس. إذن أيها الأحبة أيها الكرام، هي رحلة من دجلة إلى الفرات، من مدينة الخابور إلى الرمادي، حيث يلتقي الكبرياء بالكبرياء وتكتب آخر دقائق الموسم بعرق وأقدام لا تعرف الانكسار. مرحبا بزاخو في أرض الرمادي، ومرحبا بالقرمة في عرينهم. هنا يبدأ الوداع الكبير لموسم حمل لنا المتعة والدراما حتى صافرة النهاية. تحية كبيرة لجماهير زاخو التي لطالما كانت سندا لفريقها في هذا الموسم الاستثنائي، والذي يعتبر أفضل مواسم زاخو في تاريخ هذا النادي في دوري نجوم العراق. وكذلك تحية كبيرة لجماهير القرمة التي برهنت في موسمها الأول إن اللواء وأن الولاء والحضور يصنعان الفارق، ويؤكدان بأن حب الفريق هو الذي يصنع النجاح. علي حسين علي حكم المباراة الدولي من محافظة النجف الأشرف يقود هذه المباراة. لقاء الذهاب، وإن كنا نتحدث عن الذهاب، انتهى بهدف للا شيء في ذلك اليوم الذي جمع زاخو بنادي القرمة. هنا على بركة الله تبدأ هذه المباراة في انتظار أول انتصار للقرمة على زاخو في تاريخ مواجهات الفريقين. ذهاب الدوري انتهى بهدف مقابل لا شيء لصالح نادي زاخو في ملعب زاخو لحساب الجولة التاسعة، يوم سجل موسيس غاواتشو. ومباراة دوري 16 في كأس العراق انتهت بهدفين مقابل لا شيء لصالح فريق القرمة هنالك في أو لزاخو أيضا هنالك في زاخو. القرمة وزاخو علاقة تربط فرحة كبيرة لهذا الجمهور وهذا النادي هنالك في ملعب زاخو، حيث كانت أخبار التأهل في الأدوار الإقصائية إلى دوري نجوم العراق في المرحلة النهائية للدوري الممتاز من الموسم الماضي. هنا زاخو لديه حيازة الكرة على اليسار بالألوان البيضاء والحمراء بالبرتقالي والأبيض، القرمة على اليمين. أصحاب الأرض اليوم في مباراة يودع فيها جمهور نادي القرمة كتيبة الفريق هذا الموسم بعد موسم صعب وشاق وموسم منتظر أن يتحسن الأداء فيه، يبحث من خلاله عن لقب موسم ربما يأتي إلى هذه المحافظة للمرة الأولى عن طريق هذا الفريق. لذلك الحديث الدائر في الآونة الأخيرة أن فريق القرمة في الموسم القادم عازم كل العزم على أن يأتي بلقب الدوري، وهذا الشيء بدأ أن يخططوا إليه. هنا كرة تلعب للقرمة، المحاولة عند منتظر عبد الأمير جناح اليسار يحاول يلعب كرة ممتازة ليوسف أمرو هداف الفريق في فترة الانتقالات وفد وحصل على الهداف، وهذا محمد عدنان الذي لا يقل شأنا في القرمة عن يوسف أمرو، لديه 6 أهداف، هو اللاعب المحلي الأكثر تسجيلا للأهداف لفريق القرمة مع المحترف. هنا لحن الكبرياء القديم، هنا طعم الشهد، عبد الغني شهد الاسم الذي أتوا به مع رحيل طلال بلوش المدرب القطري القدير والكبير الذي صنع فريقا كبيرا لزاخو ولمدينة زاخو، جعل من هذه الصناعة والصنيعة عفوا بأنها تكون ذكرى خالدة لطلال بلوشي في قلوب جماهير زاخو. كرة تلعب إلى الأمام ممتازة من حميد حاجي، لكن مرت على سداد حاجي تذهب إلى خارج أرضية الملعب. هنا أحمد خلف صانع نجاح على أعتبره مع فريق يقدم موسم كبير، مع فريق رشح كثيرا
في الجولات الأخيرة على أنه من أفضل الفرق هذا الموسم بعيدا عن الفرق المنافسة. مع الوفود الأول لهذا الفريق قدم موسم كبير. نترك الأحاديث الجانبية، نتحدث عن الخيارات الفنية. يعني لدينا محاولة، بعد ذلك نترك الحديث ونأتي الأسود الآن يترك كرة إلى ديبوتي، ولكن الكرة تمر الآن والمحاولة وصلت عكس الاتجاه إلى محمد مزهر، يتقدم إلى الأمام، يلعب كرة إلى منتظر عبد الأمير، الباحث عن زميل، الباحث عن من يصل إلى الكرة، تلعب المحاولة إلى الأمام بشكل ممتاز، إعادة الكرة إلى الخلف من جانب اللاعب محمد عدنان. تشكيلة فريق زاخو يدخل سيد عبد الغني شهد بعمران زكي في حراسة المرمى، سيبان صديق، يوسف الآلوسي، شافان جميل، ومحمد علي حسن. وفي خط الوسط يقف أليو أداما مع حميد حاجي، وكذلك هادي صالح، والمقدمة لإشتا ديبوتي وسيدات حاجي ومحمود الأسود المحترف السوري. وفي الجانب المقابل ليث ساجد في مرمى القرمة مع غياب محمد حميد عن المباراة، محمود خضير في خط الدفاع، جيفرسون باهيا، محمد الباقر، كريم ماديرا، ومؤمل عبد الرضا في الدفاع، بينما هيرنلسون كارمو وشهاب رزاق، وكذلك يتواجد محمد مزهر في وسط الملعب، محمد عدنان، يوسف أمر، منتظر عبد الأمير. وهذه المحاولات مستمرة والكرة لا زالت ما بين الفريقين تدور فيها الأحوال حتى ينتظرون من يصل بها إلى المرمى. هذا الذي يعطى الفرصة في آخر أنفاس الموسم، خصوصا مع إعطاء راحة لعلي كاظم بعد موسم كبير. علي كاظم قدم مع نادي زاخو الذي دخل مرمى 25 هدف. زاخو أتى إلى هنا قادما من انتصار على فريق القوة الجوية هنالك في ملعب زاخو بهدفين مقابل لا شيء. عبد الغني شهد الذي أخذ كرسي الإدارة في مباراة الزوراء وأنهاها بالتعادل السلبي من دون أهداف في ملعب زاخو لحساب الجولة 31. هنالك لاعب يعاني من إصابة، هنا كرة طويلة تلعب في انتظار أن تخرج ربما إلى خارج أرضية الملعب. حكم المباراة يطلق الصافرة، ينتظر أن يطمئن على محمود الأسود. سلامات للاعب السوري محمود الأسود، لاعب شاب يقدم موسم مميز مع نادي زاخو ولديه 5 أهداف. هذا محمود الأسود صاحب 22 سنة، القادم من الكرامة في موسم جميل. أيضا زاخو بدأوا يستعدون ويتأهبون لموسم جديد من أجل لقب الدوري. هكذا الحديث الدائر في زاخو دائما، ذوق عند اللقب يجب أن يكون هنالك لقب في زاخو. منافسة كبيرة في هذه المدينة تقدم لنا فريقين يبدعان بصورة مبهرة حقيقة، خصوصا وأن دوك حصل على لقب بطولة الأندية الخليجية محليا، عنده لقب دوري مع السيد باسم قاسم في 2009 2010، والآن بدأ الحديث عن أن زاخو يجب أن يحصد الألقاب وأن يكون في المنصات عاليا مرتفعة. لديهم فرصة الفوز بلقب الكأس في ربع النهائي، سيواجهون نوروز هنالك في ملعبهم. هذه جماهير الفريق البرتقالي، جماهير صقور الغربية التي دائما ما كانت عنوانا للثقة لهذا الفريق، دائما ما تقف خلف فريقها، هي لديها الثقة بالإدارة، باللاعبين، بالمدرب الذي يأتي إلى هنا. لذلك ثقافة الجمهور وابتعاد الجمهور عن الفريق وحب الجمهور للفريق وترك كل شيء خلفهم، والأهم أن يكون الفريق بأفضل أحواله. هذا الشيء استثنائي حقيقة تجده دائما في فرق كبيرة يصنع لها النجاح، وهذا ما يحدث مع الفريقين المتباريان الآن مع القرمة ومع زاخو. إذا مخالفة سيقول حكم المباراة نعم. يوسف أمارو يقول لي أنا، وسيبان صديق أو رمضان صديق يقول لي أنا. أمارو مش راضي، هذا من النيجر. أمارو لاعب الوافد من الأولمبي أو الملعب الأولمبي التونسي، لاعب دولي في جمهورية النيجر. هنا طالب بخطأ، لكن أتت المخالفة لحميد حاجي نعم باعتبار حكم المباراة. هنالك تدخل من جانب أمارو قبل لمسة اليد، وبالتالي أيها المهاجم عليك مخالفة لصالح لاعب الوسط. كرة تلعب إلى الأمام، ديبوت ينقل كرة، لو تركت للأسود ستكون فيها خطورة كبيرة. لا، محمود الأسود خلاص. يلا يا عبد الغني، أتنا بأول أوراقك في هذه المباراة. لاحظونا الكرة التي كان فيها محمود الأسود قد أنهى على تواجده في هذه المباراة وطلب المغادرة.
أمامك السيد عبد الغني شاهد على الحديث. عبد الغني الذي يعولون عليه كثيرا في مدينة زاخو من أجل أن يأتيهم بلقب الكأس، يؤهلهم إلى نصف النهائي في 2021-2022 ذلك الموسم الذي وصل فيه زاخو إلى نصف نهائي بطولة الكأس وخسر أمام الكهرباء بهدفين. اليوم ربما يكون الأمل على هذا الرجل هنا السيد أحمد خلف، قادم من خسارة كبيرة أمام الكهرباء ب4-1. يقول لاعب لم يؤدوا الواجبات، تعاونوا كثيرا وتلقينا هكذا خسارة كبيرة. هنا الكرة التي تلعب ديبوتي في الأمام، عليها دماء يلعب الكرة والمحاولة التي تصل في الدفاعات. سيبان أو هذا شابان جميل العائد إلى قيادة الفريق، الأعمدة الأساسية لهذا الفريق، ابتعد لفترة أعتقد كان موجود في الدوري الكردستاني، والآن يتواجد مع نادي زاخو بغياب باتريك، بغياب أحمد إبراهيم عن هذه المباراة وعن التشكيل الأساسي. يعني عبد الغني الشهد عنده في الاحتياط علي عبد الكريم ولا علي كاظم موجود، أحمد ناظم على رعد ولا سام، وكذلك بندر علي، محمد علي عبود وأمجد عطوان وناصر محمد. فقط هذه الأسماء المتواجدة في خانة فريق نادي زاخو. من البديل الذي سيأخذ مكان محمود الأسود؟ إلى الآن لم نشاهده، أم الأمر واضح؟ الأسود هل سيعود؟ تلعب الكرة، محاولة إلى الأمام، عاد محمود الأسود يتحامل على نفسه. القرم الذي فاز هنا على دوك بال1-0 بهدف يوسف أمرو في الدقيقة 65. هل يتمكن من الانتصار على زاخو؟ هل يفعلها فريق القرم الذي آخر خسارة تلقاها هنا كانت أمام الشرطة ب4-0 في الجولة 33؟ الشرطة الذي وضع النجمة الثامنة على قميصه وأعلن عن فوزه بلقب الدوري للمرة الرابعة تواليا. ومن يوقف الشرطة؟ على هذا الوضع لا يوقف الشرطة إلا الشرطة، نقولها ونحن متأكدين من ذلك، لأن الفريق فريق كبير، فريق عندما يتطلب الأمر أن ينتصر يأتيك منتصرا ولا تخاف على حقيقة الانتصار من هذا الفريق، سيؤكدها لك. هنا الكرة تلعب مرة أخرى، منتظر عبد الأمير لاعب السابق لزاخو، والقوة الجوية وزوراء يتقدم الآن، يحاول يلعب الكرة عالية إلى أين تذهب؟ بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. هذا الذي لعب الكرة هو منتظر عبد الأمير. بعد 10 دقائق من اللعب النتيجة كم؟ 0-0 حتى الآن، ولا لقاء انتهى ب0-0 ما بين فريقين. هذا عمران زكي حارس من شباب النادي وشباب نادي زاخو، فريق ممتاز، خسر نهائي دوري شباب بهدفين مقابل هدف أمام الميناء في الأيام القليلة الماضية. الميناء الذي حقق بطولة الشباب والرديف وكان وصيفا في بطولة الناشئين. الفئات العمرية في الميناء ما شاء الله تبارك الله منجم من المواهب من البصرة الفيحاء. والسفينة اليوم يرحل لاعب محترف، يرحل لاعب مهم في الفريق، الموجودين من الجواهر والأسماء الشابة حاضرين. يا محمود يريد المواصلة لكن قدم محمود ترفض أن يبقى محمود الأسود في أرضية الملعب، لذلك صاحب الصندوق الأسود ومن كان يعتبر الركيزة الأهم في أرضية الملعب يغادر الآن ويدخل بديله لاعب مهم جدا هو ناصر محمدو اليمني، اللاعب السابق للشرطة لنفط الوسط للميناء الذي كنا نتحدث عنه قبل قليل. الآن يشترك في هذه اللحظات. يضطر عبد الغني الشهد لأن يجعل ناصر محمدو يشترك، لأنه كان في انتظار أن يريح ناصر محمدو، خصوصا أن يوم الثلاثاء القادم ستكون ملحمة ربع نهائي الكأس ومواجهة زاخو ونوروس، مواجهة قوية محتدمة في شمال العراق هنالك في ملعب نادي زاخو في مدينة زاخو، مدينة التي يمر بها نهر الخابور وتعرف جماهيرها
أنها عاشقة لكرة القدم بشكل كبير جدا. هنا كرة في الخلف، حذر كبير إلى الآن. لم نشاهد المحاولة الحقيقية إلى الآن، نحن نشاهد كرة قدم كلاسيكية. العذر موجود وشرعي، ما هو المباراة في بدايتها ونهاية موسم، ولاعبين يخافون أن يتعرضوا لإصابة، من ضمن البقاء، من يبحث عن فريق، كل هذه الأحاديث موجودة. لكن شرعية الفوز في القرمة مطلوبة نعم. يعني على الأقل أنه نأخذ أمل أنه إذا فاز فريقين يكونان من المراتب الأربعة الأولى في الدوري ووصل إلى نهائي الكأس، بغض النظر عن الفائز سينتدب صاحب المركز الخامس والسادس ليشارك في السوبر. وهذه العبارة يعول عليها كثيرا فريق القرمة، المشاركة في كأس السوبر في أول مواسمه، وغادر في دور 16 من بطولة الكأس أمام زاخو، واليوم يريد من أمام هذا الفريق أن يتمسك ببصيص الأمل في بطولة السوبر. كرة تلعب مرة أخرى، خضير محمود يحاول، وعالية إلى الأمام ممتازة من جانب المدافع البرازيلي جيفرسون باهيا. تلعب إلى الأمام على أداما النيجيري، يمرر الكرة إلى ناصر محمدو، تلعب بشكل ممتاز. سداد حاجي يتقدم، سداد لاعب ممتاز، سداد يحاول مراوغة ممتازة. هنا عنصر الشباب الذي يحاول يلعب الكرة على الجهة اليسرى إلى ناصر محمدو، يحاول ناصر يحاول أن يسدد، وهنا تزيد الكرة وتمر إلى خارج أرضية الملعب. ركنية على يمين الحارس ليث ساجد بعدما اصطدمت بمحمد الباقر كريم، اللاعب السابق أيضا لزاخو وللديوانية، والذي ترعرع وتربى وفاز بلقب الكاس مع القوة الجوية. السيد أحمد خلف المدرب السابق للقوة الجوية لدهوك، للديوانية، لنفط ميسان، للنجف، ولسنين طويلة مع أمانة بغداد شم رائحة الألقاب كمساعدا مع السيد ثار أحمد، وعانقها أيضا في أربيل. وهذه كرة تبعد، سقوط للالوسي، كرة إلى خارج أرضية الملعب. هل في عودة إلى تقنية الفيديو؟ يلا نروح على الفار يا حكم المباراة ولا ماذا؟ الآن حديث ما بين يوسف رائد وحكم المباراة سيد علي حسين علي. أليو هذا ماذا تريد يا نيجيري؟ حكم المباراة يقول ما فيها شيء، ويلا نكمل ننتظر الإعادة. الدفعة كانت من ديبوتي، وديبوتي أسقط يوسف الذي قال سيد الحكم أنا دفعوني في منطقة الجزاء وأنا سقطت في البوكس، لذلك أنا أريد أن تذهب إلى الVAR لنشاهد. أنا لدي حق عند الفار بأن هنالك ركلة جزاء مباشرة. عمل تشيك في الفار أنه لا شيء موجود، والمتسبب الأكبر كان صاحب رقم 35 في فريق نادي زاخو إيشيتا ديبوتي. تلعب كرة في الخلف، هيرنالسون كارمو الأنغولي يمرر. تلعب القرمة في الرمادي، الفريق فايز خسران، الطبول تقرح، ما شاء الله ماشية الأمور معهم بأنهم مجهزين لأي حدث يحدث لهم ولا عليهم، ومشجعين محبين لا يقفون عن قرع الطبول ولا يستسلمون. وهذا ما يجبر اللاعبين على أن يقدموا عطاء كبير، شيء كبير يحسب لهذا الجمهور ولهذا الفريق المحترم والإدارة المحترمة التي بدأت تنتدب الأسماء الكبيرة تلو الكبيرة. وأحد اللاعبين في زاخو تقول الأحاديث بأنه خلاص الأمر انتهى، لكن ننتظر الإعلانات الرسمية في فترة الانتقالات. محمد علي حسن أبو حشيش المحترف الأردني الذي يملك الجنسية العراقية باعتبار أن والدته عراقية، وبالتالي يسجل كلاعب محلي نادي القرمة، انتدبه على الجهة اليسار التي كان يتواجد فيها في بداية الموسم التونسي ناجح الفرجاني، لكن استغنوا عن الفرجاني. الآن أتوا بمحمد علي حسن أبو حشيش، وخطأ مخالفة على قائد الفريق جيفرسون باهيا، لاعب ممتاز 33 سنة للبرازيل الذي بداية الموسم وصل إلى هنا من مصر فسنجاني الإيراني، ولديه هدف هذا الموسم. الآن كرة عند ناصر محمدو، ناصر يا ناصر، واحد يا ناصر، هل يسجل ناصر؟ هل نرى ناصر
يصنع كرة أم يسجلها؟ الكل في الانتظار يا ناصر، كلنا ننتظر يا ناصر. يلعب الكرة عالية، مدينة الخابور تأتي وتتقدم الآن، وهنا هدف أول عن طريق العائد إلى المجد، عن طريق العائد إلى فريقه مرة أخرى في مرمى ليث. رأسية يضعها شفان جميل، والجمال كل الجمال على فريق الجمال ومدينة الجمال، وهنا الجمال والسلام لهذا الفريق الكبير. فليحيى زاخو، هو يعشق زاخو. شفان جميل، عودة موفقة، وهنا الكرة التي لعبت عرضية في منطقة الجزاء. هل في شك انه في اوفسايد؟ نشاهد الحالة في الإعادة، لكن هذا ناصر يلعب الكرة عالية، وصلت إلى منطقة الجزاء، ارتقاء جميل، وشفان يضع الكرة في المرمى، والتقدم يأتي لأبناء الخابور، لفرسان الشمال، لزاخو في هذه اللحظات. هدف مقابل لا شيء، وفي انتظار فوز جديد يضاف إلى رصيد هذا الفريق بهذا التقدم. المراقبة الفردية لم تكن حاضرة، وشفان هنا بفرحة العودة إلى فريق نادي زاخو. حكم المباراة ينتظر جواب من تقنية الفيديو من الVAR على شرعية أو عدم شرعية هذا الهدف ليكمل وضع اللعب. الآن علي حسين علي ينتظر جواب من غرفة الفار، هل كان شفان جميل متسللا أم ماذا؟ يتحدثون في غرفة الفيديو فيما بينهم بأننا يا حضرة الحكم لدينا شك أن هنالك تسلل، بالتالي سنضع الخطوط وسنأخذ الزوايا وسنتأكد من الذي حصل لحظة لعب الكرة، وإن كان الأمر سليم فالحق لصاحب الحق وزاخو لديه هدف، وإن كان هنالك اوفسايد فالحق يعود لفريق نادي القرمة، ويتم الإعلان عن وجود هذا التسلل. شفان جميل، الفرحة هل تتم يا شفان؟ هل تكون عودة موفقة؟ دعوات الأهل والأحبة هل تأتي بثمارها مبكرا لشفان جميل ويكون شفان قد سجل الهدف، أم إن هنالك شك كبير يجعل كل من هو متواجد في تقنية الفيديو الآن في انتظار قرار محمد طارق وواثق مدل؟ هنا أحمد خلف مدرب نادي القرمة يتحدث مع لاعبيه. الأخبار الوافدة من هناك تقول بأن بنسبة كبيرة هذا الرجل مستمر، بنسبة كبيرة هذا الرجل باقي، وحقيقة مدرب قدير يستحق هذا البقاء لأنه دائما ما يقدم العطاء. ويا سيد الحكام الأمور الآن نقف قليلا، اللحظة التي هل كسر فيها مادير الأوفسايد أم أن هنالك لاعبا متسللا كان يدعى شفان جميل سجل هدف ولا يحتسب الهدف. حكم المباراة ما بين انتظار الجواب وما بين الحيرة في غرفة الفار، من هو صاحب الحق؟ أعطوني اللقطة شوفها بنفسي وقيم الحالة، لا أعلم، ولا نبقى على قرار أنتم عندكم جواب وأنا عندي جواب ونختار الجواب الأمثل والمناسب ونعطي قرار. الآن الفار هنالك في زاخو يحبس الأنفاس، وهنا في القرمة الكل يتأمل على أن لا يحتسب الهدف. هذه البسمة أوفسايد في هذه اللحظات، والحكم يلغي الهدف معها بسمة عبد الغني شهاد. لا 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 يا رجل، لا يا رجل، لا يا رجل، لا يا رجل، لا يا رجل. هنالك تقنية فيديو هي من ألغت الهدف، وهنالك ربما تجاوز لجسد اللاعب في اللقطة الأخيرة. عبد الغني شهاد تعبيره حقيقة لا حول الله. إذن كرة تلعب إلى الأمام، وكرة في وسط الملعب. الآن ضربة حرة مباشرة تأتي في هذه اللحظات. أليو أداما يحصل على مخالفة، ضربة حرة مباشرة في وسط الملعب. هنالك تطلع كبير إلى تحقيق الانتصار من جانب الفريقين. زاخو يبحث عن انتصار رقم 21 والقرمة عن انتصار السادس عشر، وهذه اللقطة التي توضح أن هنالك تقدم لكتف اللاعب على ماديرا، وبالتالي وقوعه في مصيدة التسلل.
هذا الرجل خذنا للمباراة يا مخرج الليخة، خذنا للمباراة. إذا كرة تلعب رأسية تعود مرة أخرى إلى ليث ساجد في هذه اللحظات. تعود الكرة مرة أخرى في الخلف. هذا ليث القادم من شباب نادي الشرطة، يعني هو كان أساسا من دون نادي على ما أعتقد قبل أن يأتي إلى هنا، وجزاه الله خير كل من سعى بأن يأتي ليث إلى هنا. موهبة كبيرة وحارس معروف عن بداياته أنه ممتاز جدا بالقدم، يعني أنت عندك لاعب إضافي رقم 11 بإمكانه أن يشارك في بناء اللعب وتكتيك عالي. حارس منتخب الشباب مع السيد عماد محمد في بطولة آسيا الأخيرة التي أقيمت في تايلاند. كرة تلعب إلى خارج أرضية الملعب. غضب من حيدر نجم، اليد اليمنى للسيد عبد الغني الشاهد في عالم التدريب، زمالة كبيرة منذ أمد ما بين حيدر نجم وعبد الغني الشاهد. هذه كرة تلعب إلى الأمام. ألايو آداما، محمد علي حسن أبو حشيش، مخالفة ضربة حرة مباشرة في هذه اللحظات. كرة في وسط الملعب، مخالفة على شاب رزاق. هذا خلف النجم الدولي الكبير رزاق فرحان، وأسطورة من أساطير القوة الجوية. بداية الابن أيضا كانت من القوة الجوية، لكن في الموسم الحالي غادر سر بالصقور بعد ذهب للكرخي إلى الحسين، عاد إلى القوة الجوية. هنا حديث ما بين الحكم محمد كامل الحكم الرابع والسيد عبد الغني الشاهد عن الحالة التي أعلن فيها عن وجود التسلل. هذه كرة تلعب في وسط الملعب لصالح لاعبي نادي زاخو إلى الأمام، تلعب إلى أبناء الخابور، يحاولون الشاب رزاق مخالفة جديدة ضربة حرة مباشرة يشير إليها الحكم السيد علي حسين علي في هذه اللحظات. انتظار الحضور، حضور كبير للاعب كبير، لنجم كبير، لأمل كبير، يعني أيمن حسين وكأنه تناغم ما بينه وبين جمهور القرمة. أنا هنا لمساندة الفريق، وهنالك حديث كبير بين اللاعب بنسبة كبيرة في الموسم القادم أيضا سيتواجد مع نادي القرمة، إن عاد للقوة الجوية، إن عاد للقرمة، إن بقي في الاحتراف. هو مهاجم المنتخب الوطني ولاعب هداف واسم كبير، وأنا شخصيا وكل من يحب ويتابع أيمن ولاعبينا ودورينا من جماهيرنا الحبيبة والفنيون ومن يتعلق بهذه اللعبة يتمنى أن يعود أيمن إلى الدوري أو يبقى في الاحتراف، لأن في النهاية هو مكسب لنا داخليا أو خارجيا. كرة تلعب وإبعاد من جانب البرازيلي بكرة إلى خارج أرضية الملعب. جيفرسون باهيا مدافع ممتاز، وهذا منتظر عبد الأمير. ناصر محمدو صنع هدف من كرة ثابتة لهذا الرجل، واضح أمامك شافان جميل، لكن الكرة مرت من خلال الأوفسايد. هنا كرة تعود وسقوط. في هذه اللحظات يطالبون بركلة الجزاء في البوكس، ولم يأتي القرار والتأكيد. منتظر عبد الأمير يأخذ كرة طويلة على الطرف، منتظر يحاول لكن سيبان ممتاز. رمضان كارما يسقط. أليو آداما يأخذ كرة إلى ناصر محمدو. ديبوتي في الانتظار أن يجري لف وعدى، يحاول لكن دخول من شاب. وحكم المباراة ماذا يقول؟ سلامات ديبوتي، ماذا يقول حكم المباراة؟ كان يشير إلى الخط. هل في تغيير؟ هل في شيء؟ هنا شاب رزاق بهذا التدخل مباشرة. حكم المباراة أعلن عن المخالفة، وهذه الكرة التي كان من المنتظر أن تسدد. راح يفكر في ركلة الجزاء هادي صالح. تلعب عالية إلى الأمام، الرأسية واصلة
في منطقة الجزاء. تلعب هذه الكرة، محمد عدنان يبحث عن المساحات من أجل المرتدات، وهذه الكرة تبعد من باهية. جيفرسون الممتاز تعود على الطرف، وليث يخرج إلى خارج مرمى، هو مخالفة لصالح ليث ساجد. هذا ليث يطلب الهدوء، يعطي الثقة للمباراة الثالثة على ما أعتقد، والأمور ماشية مع هذا الحارس. هنا الكرة العالية والخروج والتدخل الذي كان على حارس المرمى. نهاية حكم المباراة أشار إلى ضربة حرة مباشرة لصالح ليث ساجد. كرة عالية من منتظر عبد الأمير، لكنها تمر إلى خارج أرضية الملعب. منتظر الذي لديه هدف الانتصار في ملعب نادي الكرخ، سجل بطريقة جميلة في مرمى مهدي هاشم. هنا اللقطة كان التسلل موجود، يعني حاضر على شبان جميل، واضحة زاوية التقدم على حسين علي. أتاه الجواب بأن هنالك أوفسايد. عبد الغني الشهاد، تعالوا شوف يا حضرة الحكم في الجهاز اللوحي بأن غير راضي على الحالة حتى الآن. في وسط الملعب الشاب رزاق، محمد مزهر، ثنائية ممتازة لكن يفقدون الكرة. تعود مرة أخرى ديبوتي، أمارو يضغط الآن، محاولات لا زالت. حكم المباراة يعطي الادفانتج. استمروا سيبان صديق، الكرة غادرت إلى خارج أرضية الملعب. يا رمضان راية المساعد، غضب عبد الغني الشاهد متواصل، ويترك الطاقم التحكيم السيد عبد الغني الشاهد ويذهب ليكون تركيزه أكبر في المباراة. عبد الغني الشاهد، هنا الكرة الأخيرة، المساعد كان قريب، رفع الراية، مشوار طويل لعبد الغني الشاهد. درب نادي النجف والطلبة وكربلاء ونفط الوسط، وفاز مع نفط الوسط بدوري 2014 2015. درب المنتخب الأولمبي وتأهل إلى الريو، درب المنتخب الوطني أيضا، حتى مع نادي نفط الوسط. هذا الموسم استقال من تدريب نادي النجف، الآن أتته الفرصة في زاخ في مدينة الخرطوم. هنا التدخل صافرة من حكم المباراة، مخالفة لمحمد مزهر. أحمد خلف، مسيرة جيدة مع القرمة. كرة إلى الأمام، تلعب هذه المحاولة، فرصة الآن محمد علي حسن، ديبوتي، إلى أين يا ديبوتي؟ الكرة إلى خارج أرضية الملعب. ديبوتي لعب الكرة إلى خارج أرضية الملعب. هنا في هذه اللقطة الرأسية إلى خارج أرضية الملعب، تأتي بالمباشر. محمد مزهر الذي يتقدم بهذه الكرة. هذا قطعت من جانب لاعبي زاخو. في هذه اللحظات يا من تشاهدون وتتابعون دوري نجوم العراق، الشرطة الآن يتقدم على القاسم. هنالك في ملعب النجف بهدف مقابل لا شيء من ركلة جزاء سجلها محمود المواس في الربع ساعة الأولى من الشوط الأول. والميناء وديالا في تمام الساعة 9:30. النفط والزوراء في تمام الساعة 9:30 أيضا. مواجهة ستكون في ملعب نادي الكرخ والميناء وديالا، هنالك في ملعب الفيحاء. نوروز والكهرباء يوم غد في تمام 7:00. الكرخ ودهوك أيضا في نفس التوقيت. القوى الجوية والنفط ميسان 9:30. النجف
وطلب في نفس التوقيت كربلاء والحدود مباراة الهابطين يوم الجمعة الساعة 7 نفط البصرة أربيل، أيضا يوم الجمعة في تمام 7، وبعدها يسدل الستار على هذا الموسم. كرة عالية الرأسية من ناصر، ردة فعل ممتازة من ليث ساجد، وناصر لعب كرة في منطقة الجزاء برأسه، لكن حارس المرمى كان بارعا ممتعا في اللقطة الأخيرة، وكان الرد جميل جدا. مخالفة ضربة حرة مباشرة الآن. هذا محمد عدنان، سلامات يا محمد. بعد التدخل الأخير لاحظونا اللقطة التي كانت من جانب محمد علي حسن، هذا ليث، وتدخل كان في الكرة قبل قليل مؤثر جدا، وكان مخرج المباراة راح على ليث ليعيد إليه لقطة البسالة الأخيرة التي كانت لحارس المرمى. جماهير وفية حاضرة بين الراضي وغير راضي، بين الذي ينتظر المتعة والذي ينتظر أن يكون الحال أفضل في الموسم القادم. موجودين في مدرجات ملعب الرمادي، وهنالك حقيقة أمل كبير لمحافظة الأنبار بأن يحضر نادي جديد له جولان. هذه اللقطة الرأسية الممتازة، لاحظ عرضية من رمضان صديق، الرأسية من جانب ناصر محمد، وردة الفعل من ليث ساجد، الحارس الذي كان 10/10 في الكرة الأخيرة. سلامات يا محمد. هل سيطلب منا حكم مباراة المغادرة هنا السيد عبد الغني الشاهد؟ يتألم يندب حظه على ماذا؟ هل على الهدف الملغي؟ سام طالب حديث مع السيد أحمد خلف، هل سيتواجد الحل؟ مباراة القاسم والشرطة تقام في ملعب الشعب وليس في ملعب النجف. كرة الرأسية هنا والهدف، وبعد ذلك ألغي هذا الهدف بداعي التسلل. تعود المحاولة الآن لصالح لاعبي فريق زاخو مرة أخرى. رمضان صديق يحاول بهذه الكرة، تعود لصالح نادي القرمة. عالية الكرة في منطقة الجزاء، لكن الخروج من جانب حارس المرمى الذي ترك الكرة تغادر إلى خارج أرضية الملعب بمتابعة من رمضان صديق لتذهب إلى ضربة مرمى عند عمران زكي حارس مرمى نادي زاخو. كرة في الخلف، رمضان يحاول يتقدم بهذه الكرة إلى الأمام. الفرصة التي تكون عند هادي كريم، لكن عادت وقطعت من هادي صالح، وصلت إلى حارس المرمى ليث ساجد الذي كان السبب رئيسيا في بقاء نتيجة متعادلة سلبيا حتى اللحظة. وهنا عمران أيضا، حراس الشباب الموجودين في أرضية الملعب حقيقة يقدمان أدوار رائعة. هنالك من يعوض حارس كبير بقيمة علي كاظم، وفي الجانب المقابل أيضا حارس دولي سابق وحارس سبق أن فاز بلقب الدوري وقدم عطاء كبير، ألا وهو محمد حميد ابن هذه المدينة. الآن يتواجد في المرمى ليث ساجد ليأخذ الفرصة في هذه المباريات الأخيرة من هذا الموسم. محمد مزهر يحاول يلعب الكرة عالية، وتصدي من حارس المرمى الذي لو ترك الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب كان أفضل، لأن كان من الممكن أن يتسبب عمران بهدف في مرمى، لكن لحسن الحظ أنها ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. هذه الكرة اللافة من محمد مزهر صانع الألعاب وصلت وأبعدها عمران، حاول الاستبسال في إبعاد اللقطة الأخيرة وكان له ذلك، لكنه أخفق القلوب
بينما كرة على يسار عمران زكي، محاولة محمد عدنان اختصاص الكرات الثابتة، يلعب الآن عالية في منطقة الجزاء، معاناة كبيرة على الكرات الرأسية من جانب لاعبي القرمة. بينما هنا الهروب، هنا المحاولة الآن تلعب إلى ديبوتي، يتقدم في هذه اللحظات الشتاء، يتقدم النيجيري، يحاول قد يلعبها على المسار البعيد، لكن أنانية كبيرة من النسر النيجيري الذي حاول في الكرة الأخيرة لكن فقد الكرة. منتظر عبد الأمير يلعب الكرة إلى يوسف أمرو، الهداف الغائب المغيب في شوط المباراة الأول، لم نشاهد، لم يظهر حتى الآن. بينما كرة تلعب، يوسف يحاول على يواداما، ينقلها في الخلف إلى رمضان، رمضان يلعب الكرة عالية، وصلت المحاولة إلى ديبوتي، كنترول ممتاز بطريقة استلام وإيقاف الكرة، كان مذهل فيها ديبوتي. محاولة على طرف، محمد علي حسن يحاول بكرة، أبو حشيش ينتظر النشمي الذي ذهب إلى كأس العالم 2026 مع منتخب النشامة. بينما أليو آدماه وديبوتي، وكرة تلعب إلى الأمام، تلعب إلى أحضان حارس المرمى. ممتازة كانت هذه النقلات من جانب لاعبي زاخو، لكن كرة هادي صالح كانت مباشرة إلى أحضان ليث ساجد الذي يواصل الإبداع. هذه الكرة التي لعبت من دون اوفسايد وفي مكان سليم، كان اللاعب هادي صالح، وصلت مباشرة بعد تسديدة هذه إلى أحضان حارس المرمى ليث. 4 تسديدات لزاخو مقابل 1 للقرمة حتى الآن. أليو آدما لاعب ممتاز، تملك هكذا لاعب والله يكون خط الوسط بأمان. أليو آدما فرض نفسه كما قلنا في بداية المباراة، فريق قادر على المنافسة على اللقب، صنعه السيد طلال البلوشي قبل المغادرة، والآن على موعد المجد ربما مع عبد الغني الشهد الذي ينتظرون منه الكثير في زاخو على أن يقود الفريق إلى نهائي الكأس. هنا التدخل على محمد مزهر كان من جانب اللاعب هادي صالح، ومخالفة ابن مدينة ميسان محمد مزهر. مناسبة، عبد الغني الشهد كان مدربا للشرطة في موسم 20 أو 19-20، موسم الذي ألغي محليا بسبب جائحة كورونا، لكن آسيويا كان الموسم موجود. من ضمن الأسماء التي كان انتدبها فريق الشرطة ليشاركوا في دوري أبطال آسيا آنذاك كان محمد مزهر الذي أتى به مع أكرم رحيم من نادي نفط ميسان، وكان سبب في أن يستمر محمد مزهر مع نادي الشرطة ويحقق اللقب. بعد ذلك انتقل إلى نادي النجف في رحلة قصيرة، وفي هذا الموسم ذهب باتجاه تجربة جديدة مع صقور الغربية نادي القرمة. من الكرات الثابتة سجل زاخو وألغي الهدف، هنا فرصة ليسجل القرمة ورصية من جانب يوسف أمرو، لكن أسد النيجر ضاعت عليه هذه المحاولة. والكرة التي وصلت إلى عمران زكي، عرضية منتظر مثالية، والرأسية كانت فكرتها حلوة، لكن التنفيذ في البوكس لم يكن ذلك التنفيذ الممتاز من جانب اللاعب يوسف أمرو. تلعب على الطرف، محاولة من جانب محمد مزهر، يحاول فيها لشفرة دفاعات فريق نادي زاخو. منتظر عبد الأمير بالسرعة والمهارة، يحاول في منطقة الجزاء، لكن أنت تواجه لاعب ممتاز. رمضان صديق حقيقة لاعب ممتاز، قادر على الوقوف أمام المهاجمين بشكل أو بآخر. هنا المحاولة والكرة في منطقة الدفاعات لفريق نادي زاخو. الطبول لا زالت تقرع في ملعب الرمادي، ولا زال وكر الذئاب عصيا على أبناء الخابور وعلى صقور الغربية. هذا الملعب الرسمي لنادي الرمادي الذئاب. في ملعب الشعب لا زال التقدم للشرطة على القاسم مستمرا، وحتى مباريات
تحصيل الحاصل لا يريد أن يفرط فيها نادي الشرطة، أن يعلم بعد ذلك مشاركات خارجية، ويجب أن تكون الفرقة على هيبة الاستعداد. الشرطة الذي حسم اللقب في الجولة 36 أمام نفط البصرة هنالك في البصرة، خصوصا مع تعثر الزوراء أمام القاسم، قبل ذلك تعثر في الكرخ، الأمور التي أدت إلى فقدان الأمل من جانب فريق الزوراء، ولا لقب 16 في خزائن النوارس هذا الموسم، بل كان 8 للشرطة مع لقب معلق. كرة تلعب عند عمران زكي على الطرف إلى شافان جميل، الكرة فيها استلام وفيها أخذ مخالفة بذكاء من رمضان صديق ظهير أيمن. ممتاز رمضان، الدوارة رائعة جدا خصوصا على المستوى التكتيكي، يعني المدرب يتمنى أن يجد هكذا لاعب في فريق. لحظة، كان يتهيأ للحصول على مخالفة والخروج من الضغط الذي كان مفروض من كارمو مع أمارو مع محمد مزهر وكذلك محمد عدنان وخلفهم الشاب. هنا ضربة حرة مباشرة عند شافان جميل. شافان، هيا شافان إلى الأمام بكرة عالية تلعب من ديبوتي، يحاول فيها، يلعب الكرة إلى رمضان. ليث يحاول يستلم الكرة بكلتا يديه ويوقف المحاولة الأخيرة لزاخو. إذن أيها الأحبة أيها المتابعون، الأمور الآن تسير على 0-0 في آخر دقيقة من الوقت الأصلي في انتظار الوقت المضاف، 3 دقائق أو أكثر، لأن في أكثر من توقف خصوصا على تأكيد الهدف. هنا محاولة قبل نهاية الوقت الأصلي، ليث يحاول، وهنا الإبعاد من جانب محمود خطيب، أبعدها ليث في الوهلة الأولى، وبعد ذلك كان المدافع مساندا هذه اللقطة الأخيرة التي أبعدها حول المسك ليث لم تأتي معه. ديبوتي أراد المتابعة، لكن في آخر لحظة محمود الخضير حاضر في وجود لاعبي زاخو. هل نشاهد هدف من كرة رأسية تلعب إلى منتظر عبد الأمير، يبحث عن مساحات، تعود الكرة في الوسط، شهاب رزاق على الطرف، منتظر مخالفة وخذ انذار. 3 دقائق يعطيها حكم المباراة كوقت مضاف، وبطاقة صفراء هي الأولى في المباراة وهذا الشوط. حديث مع حكم المباراة ومنتظر عبد الأمير وتفاهم بصورة حبية. سلامات شافان جميل، هنا عبد الغني شاد، لحظة، اليد التي كانت في وضع غير شرعي، وبعد ذلك مباشرة أتى الإنذار مع مخالفة الآن. محاولة من جانب رمضان، يلعب الكرة عالية في منطقة الجزاء، متابعة موجودة، وفي الأوت كرة إلى خارج أرضية الملعب، ضربة حرة مباشرة على يوسف رائد في اللقطة الأخيرة. تعود الكرة من الجهة اليمنى لصالح فريق القرمة، مؤمل عبد الرضا الذي يأخذ أدواره كظهير أيمن في ظل غياب مستمر لظهير الأيمن لنادي القرمة على محي الدين. هنا كرة تعود
عمرو قد يسدد من هنا، قد يفعلها من هنا يوسف، ولا كرة تأتي لتحرك المدرجات أكثر فأكثر. كنترول ناصر لا يكتب له نجاح في الكرة الأخيرة، وكرة اليمن إلى خارج أرضية الملعب. هذا ناصر الذي حقق لقب الدوري مع الشرطة في الموسم قبل الماضي، قدم مستوى كبير في البطولة العربية في المملكة العربية السعودية التي حل فيها الشرطة ثالثا، وبعد ذلك انتقل إلى الدوري البحريني مع المحرق. عاد من تجربة الاحتراف تلك إلى زاخو في الموسم الماضي في منتصف الموسم، وقدم أداء كبير وإلى الآن يستمر ناصر محمدو. الآن حكم المباراة يستعد لإطلاق الصافرة. أيها الأحبة والمتابعون، حكم المباراة الدولي السيد علي حسين علي يطلق الصافرة لنهاية أحداث شوط المباراة الأول بتعادل سلبي من دون أهداف ما بين أصحاب الأرض القرمة والضيف زاخو، في انتظار شوط ثاني وفي انتظار تغيير الأحوال. استراحة قصيرة ونعود إليكم إن شاء الله قبل لحظات من إطلاق صافرة بداية شوط المباراة الثاني. هل ينجح بالتسجيل النيجيري توميو عبد سليم؟ توميو جول! هدف أول للزوراء عن طريق النيجيري توميو، يسجل أول أهداف اللقاء وسط فرحة جماهير الزوراء القليلة جدا في مدرجات هذا الملعب، لكن هذه الصغيرة أكيد تحتفل بهذا التقدم. توميو الذي وضع الكرة في زاوية وعبد سليم في زاوية أخرى. توميو يتقدم للزوراء ويسجل 9 أهداف مع نادي الزوراء ليكون هو هداف الفريق. أوسينيوم على عبد الزهراء، من سوف يصوب؟ السنغالي على تصويبه. جول 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 على عبد الزهراء. أي تصويبة، أي قذيفة في مرمى النوارس. يمزق شباك الزوراء بهذه التصويبة الذي لم يحسن التعامل معها جلال حسن. توقع الكرة للخارج لكن الكرة سكنت الشباك. أي تصويبة من علاء عبد الزهراء. شاهد الدقة بالتسديد، شاهد الدقة بالتسديد من علاء عبد الزهراء. علي محسن إلى منذر العلوي، منذر تمرير السجاد، الله على سجاد، مرور جميل من امام علاء عبد الزهراء. منذر لسجاد يحاول الان، وصلت لعلي محسن الى سجاد يصوب والكره الخطيره. جول 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 جول. تمريرات جميله من لاعبي نادي الزوراء، وفي الاخير مراد محمد يبصم ويصادق على هذه الكره ويضعها في شباك نادي الميناء. سيطرة واضحة تماما لنادي الزوراء في الدقائق الأولى من الشوط الثاني. سجاد الذي لعب الكرة بيسراه ووصلت لمراد محمد، لم يكن متسلل الذي وضع الكرة في شباك نادي الميناء. وعبد سليم حماد ولاعبي نادي الميناء رأوا الكرة تدخل للشباك كما رأيناها نحن المشاهدين والمتفرجين هناك. تمرير الآن، الله! قيثارة بسام الرسام عبر الحدود بهدف، والقيثارة
طبعا في ليلة التتويج، في ليلة الفرح، في ليلة القبض على الدرع، بسام شاكر، بسام بيسارية شرطاوية برازيلية. الله 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 الله، لاحظ تونسي إلى عراقي وبسام شاكر. الله يا بسام، الله عالمي عالمي عالمي، بهدف هدف 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 على طريقة نجم برشلونة يامال. الله، شنو الجمال، شنو الجمال يا بسام يا الرسام. الرباعية على التوالي، قيثارة، داود 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 داود، وجول لداود، محمد داود محمد داود محمد داود. ثاني للشرطة، ثاني للقيثارة. قيثارة يا أبطال، دقينا غارة والغيرنا ما يروح الدرع حتى الصدى. الشرطة، الله الله الله، بدأت الأفراح. مناف، يونس، واللقطة الجميلة، لكن شوف الخطأ، شوف الخطأ الكبير المرتضى. جمال، وهدف في غاية الجمال لداود، محمد داود محمد داود محمد داود. طبعا هدف الرابع، هو موسم الرابع وهذا هدف الرابع، هو سجل طبعا على ديالا والطلبة والنفط. محمد داود بهدف ثاني للشرطة في الشوط الثاني من أجل التقليص. عالية الكرة والرأسية، وهدف هدف 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 للحدود يقلص الفارق. رأسية كانت ربما سيف كريم، لاحظ لاحظ لاحظ، والرأسية وهدف سيف داكوستا لعب الكرة وسيف كريم. لاحظ بغداد العاصمة، بغداد الحبيبة، بغداد خضراء. هاي المواس، هاي العقيد، هاي العقيد، هاي العقيد بهدف جديد، هو البرازيلي لوكاس سانتوس. ثالث للشرطة، ثالث للقيثارة في ليلة التتويج، في ليلة الفرح. ثالث للشرطة عن طريق البرازيلي. الرباعية التاريخية والثلاثية بالنتيجة. شوف هل هناك شيء بهذه اللقطة؟ لا وجود للراية من سوري لبرازيلي. اللي يلعب على المرتدات، اللي يبحث عن اي ثغرة، عن اي مساحة. هذه خطيرة والله، الله الله الله، تكمل بهدف، تكمل بهدف. نعم 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 نعم، البرتقالة تثمر من جديد. ديالا فريق لم يأتي ليكمل عدد، بل من أجل البقاء مع الكبار، والبقاء تحقق، لكن الكبرياء مستمر. وأي هدف وأي كرة، أعطينا إياها يا مخرج خلينا نشوف. كان محظوظا اي نعم، لكن هكذا هي كرة القدم، تعطي لمن يعطيها. لم يفقد الامل منذ البداية. شوف التمريرة الذكية، شوف الكنترول، لم يكن بالصورة المثالية، لكن حارس المرمى مجتبى يلعب بالنار. وهنا يتلاعب كما يحلو له، يمر كما يريد، يسجل. نعم هدف اول جميل، هدف اول جميل بالنسبة لديالا. شوف المرور، وشوف التلاعب، وشوف الفينش، وشوف المتابعة. نعم هو علام حسن يسجل أول أهداف هذه المباراة بالدقيقة 22. شوف هو اللي قدم، هو جعل مدافعون فريق نفط البصرة في دربكة.
وهنا حضرت الدربكة وفقد التركيز. اياد عبد فرحان، اياد اللي يغير اللعب، هذا هو زيكي. زيكي يحاول، الله يا ساتر يا ساتر، اي تصويبه واي هدف. نفط البصرة بهدف للتاريخ، بهدف عالمي. نعم نعم، البديل الناجح زيكي زيكي زيكي. في وقت الظلام أضاءت شرارة الجنوب من قاع الجدول، يخرج صوت الفرسان. وأي هدف وأي تصويبة. اعطيني إياها يا مخرج، خليني استمتع، خليني أشوف، خليني استمتع بهذا الهدف. شوف مررنا، شوف هو اللي خلق المساحة لنفسه، هو اللي تحول. هوب، هدف جميل، هدف جميل جميل يا زيكي من ثاني لمسات. علقها 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 بالزاوية 90. وأي تصويبة يا زيكي. بذلك يسجل هدف التعادل بهذه المباراة، وأيضا يسجل ثالث أهدافه هذا الموسم لنفط البصرة. إسماعيل هدف ثاني بالنسبة لنفط البصرة من ركلة الجزاء. التوغولي إسماعيل أورو يسجل ثاني أهداف نفط البصرة و10 أهداف هذا الموسم. ويحتفلون لاعبين نفط البصرة. انقلبت الطاولة، انقلبت الأمور. نعم، هدف من الممكن أن يغير الكثير والكثير. وهنا التصويبة اليسارية الجميلة اللي سجل من خلالها إسماعيل أورو اللاعب التوغولي ثاني أهداف نفط البصرة. أي جنون وأي إثارة وأي حماس وأي ندية وأي مفاجآت وأي قصص. هذا هو دور الكبار، هذا هو دور النجوم. وفرصة لهدف التعادل لديالة محمد خالد شفار. نعم، هدف التعادل لديالة، هدف التعادل لأبناء مدينة البرتقال. وفي أجواء الصيف الحارة لابد أن تنعش الجسد بالبرتقال. وفي دورينا لا يحلو الموسم إلا بوجود البرتقالي. وهدف التعادل من ركلة الجزاء يسجل محمد خالد شفال، وبذلك يصل لهدف الثاني هذا الموسم وثاني أهداف هذه المباراة. والحارس بزاوية والكرة بزاوية. مباراة فيها 4 أهداف يتقاسمها الفريقين. أي جنون وأي إثارة وأي حماس وأي ندية. هذا هو دور النجوم، دوري نجوم العراق. والدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول لحساب الجولة 37 ما قبل الأخيرة. تنفذ أول أهداف المباراة بهدف أول لنادي كربلاء للعميد. يأتي أول أهداف المباراة من كرة ثابتة فعلها حسن حمزة، يدون أول أهداف اللقاء لنادي كربلاء. شاهد وضع هذه الكرة وين بعيدة على الحارس جدا بهدف أول لنادي كربلاء. بأول أهداف المباراة للعميد الكربلائي من اللاعب حسن حمزة، يدون أول أهداف اللقاء بالدقائق الأولى من المباراة بكرة ثابتة أسكنها الشباك في الزاوية البعيدة على الحارس وليد عطية. جاد الله يلعبها، وهنا التصويبة، هنا الهدف. الله، جاء هدف التعادل من سامهين البوركيني، يسكنها الشباك ويرفض الاحتفال. يعدل نتيجة المباراة لنادي النفط من سامهين، يعدل نتيجة المباراة. شاهد هنا التمريرة، هنا المرور بالوليد كريم إلى حسام، ويأتي سامهين ليضعها في المرمى ويعدل نتيجة المباراة لنادي النفط. يرفض الاحتفال أمام فريق السابق بعد أن عدل نتيجة المباراة. هدف التعادل، وهنا تنفذ الكرة، عدت، ممكن أن يكون الثاني. الله، هنا يأتي الهدف الثاني من الجناح الطائر
فعلها مشتاق طالب. نعم جماهير كربلاء مشتاقون لأهدافك يا مشتاق. والهدف الثاني لنادي كربلاء بثاني أهداف المباراة بعد هذا المرور، هذا الأسيست الجميل. هل كان مشتاق متسلل باللقطة الماضية؟ لا، بل ترك تلك الكرة مصطفى راضي لمشتاق، أتى من الخلف، شاهد هناك من خلف المدافع جويل ليسجل الهدف الثاني في المباراة لنادي كربلاء، وتصبح نتيجة المباراة بهدفين مقابل هدف حتى الآن لهذه الكرة الثابتة. تلعب من أحمد صبري لستار، ستار لأحمد صبري، عدت هنا تحت العرضية وهنا الراسية. جاء الخبر السعيد وعادت بهدف التعادل. حسام جاد الله أجادها، نعم وضعها في الراس من حسام جاد الله خلف، يسجل هدف التعادل، يجيدها ونعم ويسكنها في شباك كربلاء بهدف ثاني لنادي النفط، وهدف العودة هدف التعادل من حسام جاد الله. هنا العرضية من أحمد صبري إلى حسام ليسجل هدف بالراس بطريقة جميلة ليعلن عن خامس أهداف هذا الموسم، هو بعد أن سجل في شباك نفط البصرة والقاسم وأربيل هدفين. هنا يسجل في شباك نادي كربلاء ويعدل نتيجة المباراة. أوس محمد أضاعها، هنا كرة جول 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 جول. نعم يا أحمد صبري، هنا يا أحمد صبري، وكأن عادل نعمة يقول خلاص قد نفذ صبري، وجاء أحمد صبري بهدف ثالث في المباراة. تغيرت الأمور، ارتدمت بالقائم ودخلت المرمى بهدف ثالث هنا لتصبح ريمونتادا لنادي النفط. شاهد هذه الإعادة بنقلة من أحمد صبري في القائم الأيسر ومن ثم في شباك الحارس عبد العزيز عمار بهدف ثالث بالمباراة إلى البديل هنا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى هنا من ملعب الرمادي ومباراة
الختام لفريقي زاخو والقرمة. الجولة 38 آخر مباريات الموسم 24-25، والشوط الأول انتهى بتعادل سلبي. الآن السيد أحمد خلف باتا قد يدفع بأوراق جديدة في شوط المباراة الثاني، والبداية كانت مع الإقحام بالنيجيري جون أوكولي، اللاعب الذي كان بارزا بشكل كبير قبل أن يصاب في بداية الموسم، وبعد ذلك قل العطاء لجون أوكولي الذي شارك مكان أمره على ما أعتقد، وأيضا لعباس قاسم. وهنا حكم المباراة السيد علي حسين علي يطلق صافرة يعلن عن بداية شوط المباراة الثانية أيها الأحبة. إذن محاولات في دفاعات فريق زاخو أبناء الخابور على اليمين، صقر الغربية على اليسار، الألوان المعهودة الحمراء والبيضاء لزاخو والبرتقالي والأبيض لفريق القرمة. كرة تلعب بشكل ممتاز، ديبوتي نقل الكرة ممتاز، فرصة لهدف الآن. ناصر يحاول ناصر يسدد كرة وليث يتدخل. إذن كارمو غادر أرضية الملعب، هيرنيلسون كارمو غادر أرضية الملعب، ومحمد عدنان أيضا غادر أرضية الملعب. هذه محاولة ناصر محمدو، حاول وليث في الأولى دفعها، في الثانية لم يتمكن من اللحاق بالكرة لتغادر إلى خارج أرضية الملعب. ناصر محمدو يحاول فيها اليمني من خلال الركنية. إلى الآن لم نشاهد الكثافة الهجومية. هذا عباس قاسم مع تجربة في الدوري الإيراني، عاد إلى الزوراء ومن ثم وصل إلى هنا إلى القرمة. تلعب عالية، الفرصة الآن الرأسية، محاولة مرة أخرى سداد حاجي أو هذا حميد حاجي ليث في تايمينج ممتاز. حارس المرمى يتمكن من مسك الكرة. تعود المحاولة مرة أخرى لصالح شهاب رزاق، نجل رزاق فرحان، كان محمود خضير في الكرة الأخيرة. إدارة اللعب مسؤولية محمد الباقر كريم ماديرا الذي مع نهاية الموسم سيعود إلى فريق القوة الجوية الذي لم يكن بخير هذا الموسم، وفي انتظار ترميم الصفوف في البيت الجوي. كرة تعود من خلال ضربة حرة مباشرة الآن لصالح يوسف رائد الآلوسي. هذا يوسف الآلوسي اللاعب الذي مثل أمانة بغداد، مثل نفط الوسط، ولعب للفيصلي والوحدات في الأردن. تجربة جديدة في الشمال من الموسم الماضي كانت مع النادي زاخو. راية وتسلل على ناصر محمدو، هذا هو ناصر محمدو المحترف اليمني الذي كان في موقف متسلل. في لحظة انطلاق ناصر محمدو كان قد حضر الخطوط الدفاعية التي أنشأها محمد الباقر والرفاق في دفاعات نادي القرمة. محاولة تنقل على طرف منتظر عبد الأمير. القرمة في انتظار حل هجوم، يعني دفع بأوكولي، عند أمارو في الأمام، عند منتظر عبد الأمير، وأيضا إخراج كارمو والدفع بعباس قاسم. لماذا دفع عباس قاسم؟ ليساند على اليمين حتى يكون مؤمل عبد الرضا عنده حرية هجومية أكثر وميلان أكثر إلى الأمام، مع اقحام محمود خضير كمدافع أيمن بعد أن كان موجود على الجهة اليسرى. شهاب رزاق يلعب الكرة إلى منتظر، الآن الإضافة من مؤمل عبد الرضا خلف منتظر عبد الأمير. منتظر يمرر كرة، يحاولون لاعبي نادي القرمة لكن التغطية الدفاعية كانت حاضرة. رمضان صديق يبعد الكرة في الأمام، الرأسية واصلة في وسط الملعب لتغادر إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية الآن، رمية جانبية لصالح نادي زاخو في هذه اللحظات. هذا رمضان ما شاء الله تبارك الله على رمضان صديق، ظهير ممتاز وجزء من الجرينتا العالية لفريق زاخو تجدها في هذا اللاعب. في الخلف الآن الأروسي يلعب كرة إلى محمد علي حسن. أبو حشيش النشمي يتقدم إلى الأمام لكن هنا يغالط كارمو. يعود إلى الآلوسي، يلعب الكرة عالية. هل يفعل ورقة أمجد عطوان؟
في ظل هذه الحلول التي إلى الآن لم تكن ملبية بالطموح بالنسبة للسيد عبد الغني شادم، إنها مباراة تحصيل حاصل، والاعتبارات هي نفس الاعتبارات لأننا نفكر في مباراة نادي نوروز. هنا الفرصة مع مخالفة ضربة حرة مباشرة على هذا اللاعب الشاب سيداد حاجي الذي يقف في الهجوم اليوم، يأخذ مكان مهاجم كبير قدم عطاء كبير في هذا الموسم، غوستافو هنريك المحترف البرازيلي الذي يواصل الموسم الثاني مع زاخو. كرة تعود إلى الخلف بعد مرور 5 دقائق من بداية الشوط الثاني. إلى الآن 0-0 ما بين القرمة وضيف زاخو. كل هنالك في زاخو البطولة انتهت، المنافسة الدوري على أبواب الختام، هذا لا يكون في زاخو مهما هو بطريقة جميلة ورائعة جدا. محمد مزهر من خارج منطقة الجزاء يسدد كرة ممتازة، لكن الرد من عمران زكي. مباراة الحراس الشباب، لاحظ محمد مزهر أخذ مساحة وزاوية وسدد. يا عمران يا عمران يا عمران، هي بداية الكبار هكذا تكون يا عمران. بينما كرة عالية للقرمة قد تأتي يا أوكولي. عمران ويوسف والكل يدافع عن مرمى زاخو، واستبسال كبير لحماية عرين فرسان الخابور في هذه اللحظات. سلامات يا عمران يا زكي. حارس المرمى يتألق ورمضان يسقط على أرضية الملعب، بينما حكم المباراة يعطي مخالفة ضربة حرة مباشرة. يا عبد الغني يا عبد الغني، أعطيهم حل يا عبد الغني. هنا الكرة التي وصلت والمخالفة التي حصلت بعد تسديد الكرة الأولى من محمد مزهر. لاحظ هذه الخطورة الحقيقية للقرمة على مرمى الحارس عمران زكي، لكن عمران في تصدي الثبات، في تصدي أخذ المكان وأخذ الفرصة. وهذا يوسف أمرو بدأ يحيي اللاعب الذي سدد الكرة محمد مزهر. روح كبيرة كما قلت لكم في فريق القرمة من ناحية مساندة الجمهور ومن ناحية لاعبين. لقطة جميلة، لقطة طريفة. يلا أصحى يا ولد. أحمد خلف يسكب المياه على رأس منتظر عبد الأمير، ونحن الآن بدأنا نضع أقدامنا في فصل الصيف في اللعب الحقيقي، والأمور بدأت تصل إلى مرحلة الختام في شهر يونيو، الشهر السابع الذي إلى الآن دورينا مستمر فيه. لكن في أوروبا وفي أغلب دول الخليج العربي انتهت الدوريات مع نهاية شهر مايو. الآن جماهير هذه القرمة تقرع طبول، فرحة قبل الفراق، فرحة قبل استراحة الموسم. هل تأتي هذه الفرحة أو تكتمل بهدف؟ منتظر عبد الأمير رمضان يقفل كل شيء، وكأن رمضان صائم، لا مرور لا عبور، ويأخذ الوضع الذي يجعل رمضان لا نقاش معه. جواء رمضان في أرضية الملعب. تعود الكرة، محمد مزهر في الخلف، مؤمل عبد الرضا، تناقل كرات على اليسار، شاب رزاق يحيد الكرة إلى الخلف. هذا الشاب رزاق فرحان، نجل الأسطورة من أساطير الكرة العراقية والجوية. رزاق فرحان أحد النجوم اللامعة في أولمبياد أثينا، الأولمبياد التي قدم فيها منتخبنا أفضل عرض لفريق أو منتخب عربي في بطولة كرة القدم لدورة الألعاب الأولمبية في أثينا هنالك في اليونان، مصنع الألعاب الأولمبية عند الإغريق الذين بدأوا سباقات ومنافسات الأولمبيك جيم. هنا كرة تلعب إلى الأمام،
تصل إلى كارمو، يحاولون يتقدم فيها شاب، أو هذا مؤمل السريع، مؤمل الذي وضع أنفاسه في الكرة العراقية من بوابة النوارس، بينما كرة من منتظر طالت على منتظر. أحيانا لا يكون الجري بالكرة وكل شيء في كرة القدم، بديهية الحركة والتمويه وغضب من أسد النيجر الموجود في القرمة يوسف أمر. هذا منتظر عبد الأمين. محمد علي حسن أليو أدما يحاول في الخلف، رمضان على اليمين هنا في انتظار المرور والعبور، بينما حكم المباراة قال لك هنالك سقوط ومخالفة ولمسة يد، لكن لا يا حكم هذا اللي كان شوية يكسر ساقي، ما في مخالفة. الآن القرار أتى من حكم المباراة بأنه لاحظ هنا كان صالح أو هادي صالح يطالب بالخطأ، محاولة تلعب إلى الأمام. صالح لاعبي فريق نادي زاخو تغادر إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى. هذا محمود خضير. الحكم قال ركنية في هذه الكرة. على الكرة رأسية تبعد من جانب ديبوتي، تصل محاولة لصالح محمد مزهر، وديبوتي يخرج بالكرة إلى خارج أرضية الملعب. محمد مزهر موسم كبير قدم مع القرمة، لاعب له ثقل في وسط الملعب، كان حضوره يعطي إضافة كبيرة للفريق. منتظر عبد الأمير مع محمد مزهر. الكرة العالية التي تلعب وخروج من ليث، ومخالفة لصالح عمران زكي، سقوط لأمرو. أظن التدخل الأخير. سلامات ليوسف أمرو بعد تدخل عمران زكي. هذا اللاعب النيجري الذي قدم أداء رائع مع القرمة منذ وصوله من الملعب الأولمبي التونسي. محمد علي حسن يلعب الكرة إلى الأمام، سيدات حاجي على الطرف، نقلة إلى ناصر محمد، وناصر مهاري قادر على المرور لكن يبعد الكرة من أمام ناصر. تلعب إلى الأمام واصلة. محمد علي حسن إلى السيدات حاجي، أو هذا حميد حاجي. حميد لاعب من شباب النادي يوم ما رحل ياسر قاسم وترك فريق زاخو موسم 22، كان حميد حاجي جاهز ليأخذ المكان للتمحور للتموقع في وسط الملعب، مع انتداب محمد علي عبود وأمجد عطوان
ديبوتي وأيضا جاواتشو. الأمور تسير بشكل مثالي مع ساخو في وسط الملعب. أصبح حميد حاجي في دكة الاحتياط. الآن محمد علي عبود مع أمجد عطوان يشاركان في هذه اللحظات، اللاعبين الذين مثلوا المنتخبات الوطنية. محمد علي عبود الذي كان متواجد في خليج 25 الأخيرة في البصرة. عطوان يشارك الآن، ويقولون والأنباء تقول بأن عطوان قريب من القرمة. لا نعلم. سيدات حاجي مع حميد حاجي أو هادي صالح وحميد حاجي يغادران الآن. عبد الغني الشهد يرمي أوراق مهمة مثل ناصر محمد وأمجد عطوان ومحمد علي عبود بعد ساعة من اللعب، والتعادل سلبي. أبو حشيش تنقل الكرة أمجد عطوان، هتأخذ جميلة، مخالفة ضربة حرة مباشرة مع ورقة صفراء. هل يرسلها حكم المباراة؟ لاحظون التدخل الذي كان على أمجد عطوان، وبالتالي سلامات أمجد عطوان ولف الركبة اليمنى. والجماعة عندهم نية يلفوا الركبة اليسرى لأمجد عطوان. أمجد عطوان على تنفيذ كرة وضربة حرة مباشرة إلى زاخلان. على الكرة والمحاولة لا زالت. ليث يغادر من مرماه، لا يحسن في هذا الخروج، ومخالفة مع سلامات 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 ليوسف أمارو، وأيضا سلامات ليوسف العلوسي. سيد عبد الغني الشهد يطمح للقب جديد مع أبناء الخابور، وهو يضع أنظار نصب كأس العراق. يضاف لقب جديد في خزان هذا المدرب. هنا الكرة التي كان فيها تدخل، الخروج من حارس المرمى، إبعاد الكرة، وهنا الدربكة المصطلح العام راس براس. لاحظ الارتقاء واحتكاك قوي على مستوى الرأس كان ما بين ريتشارد أو جيفرسون باهيا ويوسف العلوسي. لم يكن أمرو. هذا اللاعب الذي يلعب مع أسود النيجر مع منتخب المينا، مع عبد المجيد بوبكار الذي يلعب فيها الشرطة، سيمونا عبد الماجد بوبكار، وأيضا أسماء الحاضنة مع منتخب النيجر. جماهير القرمة طرب وداع الموسم، ستأخذون استراحة، وغدا هنالك أمل كبير لمحافظة الأنبار بأن يأتي فريق الجولان إلى دوري نجوم العراق لتصبح العشية والعصر في الأنبار عبارة عن كرة قدم. نروح القرمة، نروح الجولان، ولما لا يضاف إليهم الرمادي. هنا الكرة التدخل الأخير، حكم المباراة قرر بالمخالفة، لكن خوفا على فقدان الوعي لأحد اللاعبين مباشرة يأتي الكادر الطبي يعطي العلاج اللازم. أحمد خلف مع مساعده
وسام طالب يعطي التعليمات لمحمد مزهر. هذا الزمن واجتمع الخليلين بعد ذلك الاجتماع الذي كان في القوة الجوية لمحمد حميد ولأيمن حسين لحارس المرمى الذي بعد أن رحل أصبحت شباك القوة الجوية مليئة بالأهداف، ولأيمن حسين الذي بعد رحيله أيضا شحت الأهداف هجوميا. وهذا الجمع قد يعود مرة أخرى في نادي القرمة. هذا الحديث الذي يحدث في هذه الأيام ويأتي في هذه الأيام ولا ندري ماذا سيحدث. سلامات للاعبين. أفضل مركز يحقق زاخو في تاريخه. حديث متواصل ومستمر. سلامات للاعب البرازيلي جيفرسون باهيا، وسلامات ايضا ليوسف العلوسي. ريتشارد كاساغا يشارك في هذه اللحظات. مكان جيفرسون سيلفا. الأوغندي يشارك الآن. هذا محمد مزهر يقف على هذه الكرة. عند أمجد عطوان تعود الكرة إلى الخلف، قطع من جانب محمود خضير. عملية الهجوم الآن ممتازة لصالح القرمة. عمرو يلعبها باتجاه محمد مزهر. الله، جول أول صقور الغربية. مباراة وداع الموسم، لابد أن تكون هنالك بصمة للصقور. يحلقون عاليا في سماء الرمادي، يضعون الكلمة والبصمة بسست عالمي بتمريرة حقيقة وكأنها الجوهرة المشعة في أرضية الملعب. فتحت الطريق أمام محمد مزهر إلى مرمى الحارس عمران زكي. أخذ الكرة من أمام أمجد عطوان. هنا لاحظ الكرة التي افتكت بشكل ممتاز من جانب اللاعب محمود خضير. هنا مزهر إلى آمرو، لمسات تمريرات على طبق من ذهب. وهنا محمد مزهر يضعها في المرمى، يسجل ويضع 5 أهداف هذا الموسم مع نادي القرمة، ويضع البصمة الأولى للصقور الغربية من أجل التقدم إلى الأمان، من أجل الوصول والأمان، من أجل هدية ربما يقدمها الزوراء للصقور الغربية. الآن القرمة سادسا في ترتيب دورنا، إن بقيت النتيجة على حالها ونكد الهدف.
عباس قاسم في الحديث وجماهير القرمة تحتفل متفاعلة. الفرصة الآن من أجل التقدم. تعالوا شوف يا سيد الحكم. هنا حكم المباراة الدولي السيد علي حسين علي يأتي إلى تقنية الفار بنفسه بشخصه وبطاقة صفراء على وسام طالب وأحمد خلف. اعتراض من الطرفين على سبب الذهاب. توتر في المنصة الفنية للقرمة ما أن أعلن المدرب أو عفوا حكم المباراة أنه رايح إلى شاشة الفار وليشاهد الحالة ويعطي القرار. هادي يا كابتن، نشوف قرار حكم المباراة بعد هذه العودة. هنا التدخل الذي كان من جانب محمود خضير. الافتكاك شرعي. حكم المباراة إلى الآن لا شيء. اللي يقول ما فيها شيء والآخر اللي أنا أخذت الكرة ولم أصل إلى اللاعب. الآن الكل على أعصاب ينتظرون. إن كان الأمر لا يستوجب أن يستدعى حكم المباراة إليه فلا داعي. هل يلغى هدف من القرمة وهدف من زاقة منه؟ سيؤكد الهدف. أنا أعتقد أنه رايح يؤكد الهدف. يلغى الهدف ونقول هنالك مخالفة وضربة حرة مباشرة. ضربة حرة مباشرة في هذه اللحظات. القدم اليسرى في هذه اللقطة واضحة. برافو حكم المباراة. تحية للسيد علي حسين علي على هذا القرار الشجاع. لاحظ هذه الأولى، لا، القدم اليسرى تسببت بعرقلة أمجد عطوان من الخلف، بالتالي الحكم أشار بالضربة الحرة المباشرة وإلغاء الهدف. محمد علي حسن يلعب كرة إلى الأمام. ناصر محمدو، ناصر وعباس قاسم، حوار على الطرف. عباس إبعاد الكرة إلى يوسف أمرو. هذا يوسف أمرو حقيقة لاعب استثنائي، يذكرني بلاعب كان يلعب مع نادي الشرطة في موسم 2018-2019. كان سبب رئيسي بأن الشرطة بطل الموسم، تخيل ذلك. والكل يتذكر معروف يوسف أمام المرمى جول. معروف يوسف عنده كرة في وضعية ثانية، هذه التمرير صنع فرصة وأتى الجول. كان على عبد الزهرة ومهند علي في الأمام، ومن خلف ذلك هو معروف يوسف. والكل والأغلب كان يزعم بأنه أفضل المحترفين الذين مروا في تاريخ دورينا. والآن هذا يوسف أمرو حقيقة لاعب بارع ماهر، يمكن أن يصنع الأهداف. داود يضع الثاني للشرطة في مرمى القاسم. البطل يريد أن يواصل المسيرة إلى الأمام بعد تعثر وحيد كان أمام الزوراء والشرطة. هذا التعثر بدأت الصحوة، بدأ الفريق يأخذ طريق التتويج باللقب وفعل ذلك وحسم كل الأمور، والآن يواصل المسيرة. وكل هذه النتائج تحتاج إلى هدف من القرمة ليضعوه في حسابات ماذا؟ أنه سيشارك في بطولة السوبر في الموسم القادم إذا وصل إلى نهائي الكاس. أما زاخو
أو الطلبة أو الشرطة. ضربة حرة مباشرة الآن، وبطاقة صفراء على يوسف أمارو. أسد النيجر لاعب منتخب المينا. غاضب يخرج عن صمته في هذه اللحظات يوسف أمارو، هداف الفريق أمارو الذي يملك 12 هدفا على القرمة. هذا التدخل الذي كان على محمد علي عبودة. الهدوء الهدوء الهدوء. لاعب خلوق، لاعب كبير، وتقنية الفيديو تضع الشكوك حول إمكانية بطاقة حمراء. الآن يتأكدون هل الورقة الحمراء ستأتي وتستبدل بالصفراء التي أشارها حكم المباراة بوجه اللاعب. لاحظ هنا في الحالة الأولى الأمر ماشي مخالفة. يلا على الفار لنتخذ القرار ولنرى إمكانية تغيير القرار. أمجد عطوان والحديث مع أحمد خلف. هذا الحديث وهذا البسمة، هل خلفه ما يخفى يا أحمد خلف ويا أمجد عطوان؟ هل هو الدلال كي تأتي يا عطوان إلى القرمة في الموسم القادم؟ لاحظ هذا المرفق على الوجه تمام. الحالة هنا تضع أمام أنظار حكم المباراة من الأعلى في مرفق يا حكم. إلى البطاقة الحمراء سيتجه حكم المباراة بعد هذا التدخل. هنا الرعونة في التدخل والغضب. ولاحظ هنا يعني حالة بعد حالة، الأعلى بالمرفق ومن الأسفل بالقدم، وحكم الفار سيد محمد طارق يشرح كل ذلك لحكم المباراة حتى يتخذ القرار المناسب. والكل يقول إن المباراة توقفت، لكن والله القرارات دقيقة وصحيحة وكل شيء يدرس. له المرفق بالكوع، اللاعب راح على وجه اللاعب، تمر حالة الكوع، وبالقدم سيعمل هجوم آخر. لحظة، لاعب محترف، مثل ما قلنا أن التمريرات على طباق من ذهب، ولاعب هداف، ولاعب يقارن بمعروف يوسف، لكن تفعل هذا، ترد علينا بهذا يا يوسف. الآن ننتظر حكم المباراة. لاحظونا من الأعلى بالمرفق، وفي الحالة الثانية يا ريت لو يكملها مخرج المباراة من زاوية أخرى كل الأمور أوضح، لكن نزل هذه الحالة الأولى. شوف الثانية، شوف الثانية. في كل هذا نحن مع اللعب النظيف، نحن مع كرة القدم التي تبنى على الأخلاق. بعد ذلك يأتي الإبداع، يأتي حكم المباراة من غرفة الفيديو. يا يوسف على ما فعلته يا العزيز ورقة صفراء تكفي. كل هذا الشرح والتفسير واقتنع الحكم بأنها صفراء. أنا حقيقة كنت على يقين بأنها ورقة حمراء، لا أعلم، لكن القرار قرار حكم المباراة هو الذي يقدر الحالة ومدى الخطورة. وهذا ليث يبعد بكلتا يديه، يعمل إبعاد، تلعب كرة إلى الأمام. التدخل ومخالفة مع بطاقة صفراء تأتي في هذه اللحظات على من؟ على يوسف العروسي. يتقبل بكل روح رياضية. هذا الذي جرى. يوسف رائد. هنا التدخل الأخير والبطاقة الصفراء التي أخذها يوسف في التدخل الذي كان أيضا على محمد مزهر، يأخذ بطاقة صفراء. تعود الكرة في الخلف في مباراتين في زاخو. فاز زاخو بهدف مقابل لا شيء في بطولة الدوري، وبهدفين مقابل لا شيء في بطولة الكاس. الآن تعادل السلبي ساري حتى اللحظة، في وقت يبحثون
فيه عن انتصار، عن تحقيق انتصار. ضربة حرة أو ضربة مرمى الآن من عمران زكي. الفار ألغى هدفين، الفار تدخل في كرتين، واحدة للقرمة واحدة لزاخو، وإلى الآن تعادل سلبي، ونحن على مقربة من ال10 دقائق الأخيرة. نعم دخلناها الآن. الكل هنا ينتظر فراق الموسم، ينتظر ختام الموسم. الرأسية وناصر محمدو، الكرة عالية، إبعاد أول من أمر إلى ناصر، قد يفعلها محمدو، الفرصة الآن تهيأ وأمجد عطوان يسدد، لكن استبسال كبير، استبسال كبير في دفاعات نادي القرمة. نقل الكرات، هذا ناصر محمدو، محمد علي عبود، قوية وعالية وطويلة، لا يتمكن من اللحاق بالكرة الأخيرة. الواضح أمامكم سيدات حاجي الذي كان في المحاولة الأخيرة. هذه كرة تلعب، هل يأتي العبور؟ هل يأتي المرور؟ هل نشاهد الوصول؟ صمود، كرة ومخالفة، بطاقة صفراء في على ديبوتي. هذا التدخل، وهنا البطاقة حضرت مباشرة بعدها التدخل. إلى الأمام، إبعاد، فلاوت، محاولة تصل في هذه اللحظات ديبوتي. الشتاء، محمود الخضير يرتكب مخالفة. تنقل الكرة على الطرف من جانب محمد علي حسن. أمجد عطوان
تعود كرة في الخلف. كرة تعود. الخمس دقائق الأخيرة. الفرصة الآن تصل لصالح منتظر عبد الأمير، يمرر كرة، فرصة للقرمة، قد تكون من هذه الكرة، مؤمل يسدد لكن ضعيفة إلى عمران زكي. الكرة تعود الآن. فيها مسك من جانب حارس المرمى. واحد واحد النتيجة حتى اللحظة، هو 0-0 عفوا. الواحد واحد ألغي، والكرة تعود. ممتاز من شهاب، تدخل موجود إلى الأمام. محمود خضير، تدخل وعودة كرة مرتدة لصالح لاعبي زاخو. إذن على رعد ظهير مع لاس هاماونت القادم من نادي تورنس السويدي. الآن سداد حاجي يغادر أرضية الملعب، يدخل لاس هاماوند. وكرة الآن ستنفذ. لاس هاماوند مع على رعد، محمد علي عبود، أمجد عطوان، ناصر محمد. وانتهت تغييرات السيد عبد الغني شهد. والآن كرة محمود خضير، مخالفة لمحمود تظهر في هذه اللحظات. التدخل الأخير في وسط الملعب. كرة عند محمد مزهر، لحظات أخيرة، وهنا محاولة الآن إلى ناصر محمد. وناصر يحاول، قد يسدد ناصر بالمهارة. ناصر كان يبحث عن خطأ. ناصر محمد في وقته هو لاعب ممتاز، بإمكانه أن يسدد من خارج منطقة الجزاء. أحمد عبد الحسين يهيئ أيضا أحمد خلف في هذه اللحظات، لأن محمود خضير لم يعد قادر على إكمال اللقاء. هنا محمد علي عبود، عبد الغني شهد جرب الأسماء. الآن سيعود إلى مدينة زاخو ليجهز الأمور ويضع عين نصب ماذا؟ يضع عين نصب نصف نهائي الكاس، عسى ولعل أن نتمكن من عبور نوروز. الفريق الذي يدرب السيد قحطان كثير. مواجهة ستكون ما بين مدربين كبيرين وفريقين جارين وجماهير محتشدة، وما جرى في لقاء الدوري هو خير دليل على ذلك. يعني
الكرة تلعب. أبو حشيش، محمد علي حسن، القرماوي الجديد، والكرة الآن تغادر إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية. كم أضيف؟ 4 دقائق، لأن أخذ وقت مرتين في الذهاب إلى الفار حكم المباراة مع الإصابة التي لحقت بالمدافع والمهاجم. 6 دقائق، آخر 6 دقائق للقرمة في موسم 24-25 قبل بدء الاستعدادات. راحة من ثم البدء والاستعداد. علاء الدين الدالي السوري يشترك الآن، وأحمد عبد الحسين، مؤمل عبد الرضا يغادر. ومن المغادر الآخر يأخذ 4 دقائق دالي. هذا محمود الخضير موجود. اللي غادر من مؤمل عبد الرضا، ومن المغادر الثاني. إلى الأمام تنقل هذه الكرة. الأغلب محمد مسر. نعم محمد مسر غادر. الدالي يطالب بخطأ. أوكولي لا، اللي راح وغادر هو يوسف آمورو. محمد علي عبود، تدخل من شاب رزاق، بطاقة صفراء على شاب رزاق. اعتذار من محمد علي عبود. جوي سابق مع جوي سابق. لاحظ تدخل على مرتين، وحكم المباراة راح إلى قرار بطاقة صفراء. كرة عالية رأسية مرت إلى خارج أرضية الملعب. على رعد لعب كرة بالرأس، مرت من أمام المرمى وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. يوسف الكرة تعود إلى خارج أرضية الملعب. مرت 2 دقيقة، متبقي 4. عملية التمرير. إذا موسم كبير انتهى بالنسبة للفريق البرتقالي، وفي انتظار أمل الكأس بالنسبة للفريق الأبيض. الأمور إلى الآن بتعادل سلبي تسير ما بين الفريقين. في موسمه الأول لم يتمكن ولو تسجيل هدف في مرمى زاخو فريق القرمة. خسارة في الدوري، خسارة في الكأس، والآن تعادل سلبي في هذه اللحظات. زاخو ثالثا، والقرمة ذلك الحلم، ذلك الأمل من أجل السوبر. الآن في هذا التعادل سينتظرون جواب من ملعب الزوراء. عسى ولعل النفط أن يخسر مباراته. هابا في الإياب تعادل الفريقين من دون أهداف، لكن أعتقد فارق المواجهات لصالح النفط. كرة تعود مرة أخرى الآن لصالح لاعبي زاخو ديبوتي. غير ما كان ينتظر انتصار. الحديث عن موسم البقاء
نعم فارق المواجهات للنفط إذن بهذا التعادل خلاص حسم المركز السادس لصالح النفط، وإن بقي أمل ففي انتظار هدف أو فوز للقرمة. المحترف الحقيقي والقيمة العالمية، كرة من العارضة الأفقية ترد الآن وتذهب إلى خارج أرضية الملعب. اللوب العالمي والرائع على مرمى ليث ساجد كان حاضرا موجودا من جانب ناصر محمدو، لكن العارضة رفضت. العارضة قالت كلا لليماني. ولاحظ هنا من أمجد عطوان إلى ناصر محمدو، وبالمباشر الكرة على العارضة والعارضة ترفض أن تكون الكرة في شباك القرمة. عارضة أهل الدار ترتدي البرتقالي وتقول كلا يا زخ، وترفض أن يكون الهدف في مرمى صقور الغربية. اللحظات الأخيرة أيها الأحبة أيها الكرام، القرمة في المركز السابع ب56 نقطة حصيلة الموسم، زاخو في المركز الثالث، مركز تاريخي لزاخو ولأبناء الخابور. بهذه اللحظات يطلق السيد علي حسين علي صافرة نهاية الموسم الكروي بالنسبة للفريقين لدوري نجوم العراق للموسم 24-25. مع الوداع والحسرة جماهير محافظة الأنبار ينتظرها موعد يوم غد إن شاء الله ومؤازرة لفريق الجولان. إلى هنا أترككم أيها الأحبة أيها المتابعون في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء حتى موعد جديد.